يوث نفسه، أعتقد أنه معي الآن. معي نصر الله يوث، أنت معي الآن من باريس. نعم نصر الله، تسمعني؟ أسمعك. نصر الله، هذا الكتاب الذي صدر لك قبل 3 أشهر وأثار ضجة كبرى بصفتك شاهد عيان على مذبحة بن طلحة التي قتل فيها ما يقرب من 400 جزائري، وأنت كنت أحد القلائل الذين نجوا من هذه المجزرة. أنا أريد منك باختصار شديد أن تصف لنا ما وقع في هذه المجزرة وكيف نجوت. أطلب العفو للمشاهدين الكرام لأن لا أتكلم جيدا العربية. ماذا شاهدت أن منذ 11 منتصف الليل إلى 5 صباحا هجم كيش يقولوا جروب جماعة اللي قتلون أشخاص ليهم منظمين بيان اورغانيزي، منظمين قتلوا الوغ العسكر كانوا على 100 متر. العسكر كانوا على 100 متر 150 متر. وكيف عرفت أن القائمين بهذا الأمر من العسكر يا نصر الله؟ نعم، كيف عرفت وتأكدت أن الذين يقومون بهذا الأمر من العسكر وليسوا من الجماعات الإسلامية المسلحة؟ أنا أقول ماذا شاهدت في الكتاب، لأن أنا أظن ما أنا شاهدت عسكري كيش يقولوا. نصر الله، أنا أعرف أن اللغة العربية تشكل لك عائقا في الحديث، ولكن يمكنك أن تخلط بين الجزائرية العامة وأنا أحاول أن أفهم عليك وبين الفرنسية التي تجيدها حتى تنطلق في الكلام بسرعة. لا أريد أن تكون اللغة عائقا لك، وسأطلب من الدكتور أن يترجم بعض الذي لا أفهمه أنا والمشاهدين. انطلق في الكلام. لماذا تقول أن الذين قاموا بهذا من العسكر وليس لديك دليل على ذلك؟ أنا درت اون انكيت عشت ديجا المجزرة الليلة كاملة حتى الصباح، وحاولت أن باش نعرف ماذا جرى غدا من ذاك والأيام اللي فاتوا. هل رأيت أناسا نصر الله، هل رأيت أناسا يقتلون أمامك رأي العين؟ رأيت في هذيك الليلة رأيت عسكر اللي كانوا في قيد قسم، ورأيت effectivement رأيت أشخاص اللي كانوا يمارسون في الجماعات المسلحة الإسلامية كمان اللي كانوا يمارسون في الناحية. في هذيك الليلة رأيت عسكر أيضا. يعني أنت رأيت من الذين يقولون بأنهم من الجماعات الإسلامية المسلحة ومن العسكر في آن واحد يقتلون الناس؟ نعم. كيف هذا يا سيدي؟ كيف هذا؟ نعم. كيف هناك اتفاق بين الجماعات الإسلامية وبين العسكر في قتل الناس؟ تفهم علي؟ نفهم، تكلم بالفرنسية والدكتور سوف يترجم لنا. تكلم بالفرنسية. Moi, je pense réellement que c'est des, il y avait 3 ou 4 assaillants qui étaient. أنه كان 3 أو 4 مهاجمين. qui étaient dans c'est des islamistes. كانوا من الإسلاميين. les commandos de la mort. وكانوا مستعملين من طرف كوماندوسات الموت. يعني أنت هنا تريد أن تقول بأن بعض الإسلاميين الذين تعرفهم استخدموا من قبل قوات الأمن بحيث أنهم كانوا عملاء للأمن؟ نعم. هذا ما حدث. تقدر عدد الذين قتلوا بكم شخص يا نصر الله؟ 417. كيف تحققت من العدد؟ لم يكن سهلا. قمنا بإعداد قوائم. كنت بإعداد قوائم. ما الذي ساعدك في عملية إعداد القوائم؟ أشخاص من بن طلحة 3 ولا 4. ما هي المدة التي استغرقتها أنت في عملية البحث والتحقيق هذه التي تقول عنها حتى أعددت الكتاب؟ 5 أشهر. كم؟ 5 أشهر. 5 أشهر. 5 أشهر.
ومتى قررت أن تهرب؟ متى قررت أن تهرب من الجزائر ولماذا؟ لأن أولادي كانوا mes enfants étaient menacés. Et j'ai reçu des pressions, j'ai reçu des menaces sur place. نعم. أولادك كانوا مهددين. أنت معروف أنك مقاول، هل تنتمي إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو إلى أي اتجاه سياسي هنا؟ لا أنا démocratie. J'ai toujours défendu دائما دافعت pour un état de droit. عن دولة J'ai toujours القانون. été un démocrate. الناس في الجزائر يعرفوني. الجزائر. كيفاش يقولوا؟ يعني أنت شخص معروف ومشهور. Je profite de l'occasion justement qui m'a été donnée et je vous remercie beaucoup أعطني من الفرصة لأشكركم pour dire aux journalistes algériens d'arrêter de dire n'importe quoi. لأقول إلى الصحفيين الجزائريين أنهم يحبسوا من قول أي شيء كذب وخطأ يعني. J'ai écrit mon livre, je suis le premier à avoir témoigné. كنت أول واحد كتب كتاب وأدليت بشهادة وليس لدي أي شيء أخفيه. نعم. وليتوقفوا عن مهاجمتي وعن. شكرا لك يا نصر الله، أشكرك شكرا جزيلا يا نصر الله على التحاقك معنا. لكن حينما صدر كتاب الحرب القذرة الذي كتبه الضابط الجزائري الهارب من القوات الخاصة الجزائرية في باريس يوم الخميس الماضي، والذي كان هو الموضوع الرئيسي للصحف الفرنسية خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، وهدد بنشوب أزمة بين فرنسا والجزائر، قالت عنه صحيفة لو موند الفرنسية في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي: الحرب القذرة للجيش الجزائري، كتاب جديد يؤكد أن الجيش الجزائري متورط في مذابح اتهم فيها الإسلاميون. هذا كان العنوان الرئيسي لصحيفة لو موند الفرنسية يوم الجمعة الماضي، كما أفردت له في الداخل 3 صفحات. أما صحيفة ليبراسيون فقالت في عددها الصادر في يوم 8 من فبراير الماضي، أي يوم صدور الكتاب: جيش المجانين في الجزائر. أما صحيفة شارلي إبدو ففي عنوان لها على صفحتين كاملتين قالت: الجزائر لا تمتلك جيشا ولكن الجيش هو الذي يمتلك الجزائر. كانت هذه بعض الأشياء البسيطة التي كتبت عن الكتاب الذي أصدره يوم الخميس الماضي الضابط حبيب سويدية. ومعي حبيب سويدية الآن من مكان ما من فرنسا. حبيب تسمعني؟ حبيب سويدية معي، تسمعني؟ أسمعك جيد. حبيب، ما هي الدوافع الأساسية التي دفعتك إلى كتابة هذا الكتاب وقبلها إلى الهروب من فرنسا وأنت ضابط سابق في القوات الفرنسية الخاصة؟ وأستمع منك إلى الإجابة بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الحوار، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج بلا حدود. ضيفنا هو البروفيسور عباس عروة، محرر موسوعة تحقيق حول المذابح في الجزائر، ومعي على الهواء مباشرة من منطقة ما في فرنسا الضابط الجزائري السابق حبيب سويدية، الذي أصدر يوم الخميس الماضي كتابه الحرب القذرة، الذي أثار ضجة كبرى وهدد بتوتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا. حبيب، سألتك عن الدوافع، لكن قبلها أريد بداية أن تعرفني بالقوات الخاصة التي تنتمي إليها وطبيعة العلاقة بينها وبين باقي أجنحة الجيش الأخرى في الجزائر. أولا أود أن أشكرك وأشكر إذاعة الجزيرة لإتاحة لي الفرصة لأتكلم وأوضح بعض الأشياء. أولا القوات الخاصة القوات الخاصة هي بعض الوحدات القتالية العالية التدريب في الجزائر. هي مشكلة خصوصا من مظليين ومظليين صاعقة. مهمتهم هي في حرب عالية هي تدمير مؤخرات مؤخرات القوات المعادية. وفي حالة كالحالة التي عاشتها الجزائر
منذ 1992 وحتى الآن. هذه القوات شاركت